السلام عليكم البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم توصلكم وانتم في احسن احوالكم. كملوا معايا لا فيديو للاخر بربي، ان شاء الله راح تستمتعوا فيها. واحد الخرجه تهبل وتحبها الناس الكل. المهم، هنايا جيت نص الصباح قلت ما نطيب لا باللحم لا والو، اليوم راح ندير شكشوكه، يعني راح ندير حاجه خفيفه. على بالكم اللحم تاع الخروف ثقيل شويه باش ناكلوه يوميا وفي الغداء وفي العشاء، راح نتقهموا منه ويضر بعد ياسر، ماشي كيما الدجاج تاكلوه يوميا خفيف ولا الحوت ولا حاجه. بصح اللحم ياسر ثقيل ياسر اخويتي. كنا نديروا منه بوز، نخلو الطرف اللي بقى حتى ننساوه شويه ونتوحشوا شويه ونرجعوا له. قولوا لي الناس تدير في الوصفات تاع اللحم وحالتهم حاله، وانت كي ديري لنا في الشكشوكه خلي برك نبدلوا شوي. المهم، هنايا جبت البصله تاعي، جبته يعني واش عندي هكا في الفريجيدير، فلفل حلو، عندي الفلفل الاحمر هذايا الحلو مخبي في الكونجيلاتور. هنايا واش بازيت لهم على لي كولور خويتي، باش ما يقولوليش ما ناكلش الشكشوكه كي يشوفوها هكا باللي كولور والاخر طاطيريهم وياكلوا هذه ما يهبلونيش. المهم، هنايا جبت شويه فلفل حار شويه فلفل حلو، عندي الطماطم هذيك اللي مخبيتها خدمتها مخبيتها في الكونجيلاتور، وجبت كعبه طماطم هكاكا من الفريجيدير. هنايا شوفوا الطريقه ذي اللي ندير بيها، هذه هي الطريقه اللي ناكل بها الشكشوكه. الطريقه الاخرى تاع تحطي البصله وتخليها هكا تطلق الماء تاعها، ولا اخرين يزيدوا لها الماء وديجا الريحه هذيك تاعها بعد سيمون ما ناكلهاش ويقتلوني. الطريقه ذيك ما نحبهاش، بصح الطريقه هذه تجي بنينه تهبل. يعني نبدا بالزيت هو الاول، يعني قلت لكم كاين اللي يطيبوها في الماء تاعها ولا يزيدوا لها هيك شويه، من بعد في الاخر يديروا لها الزيت. ما تعجبنيش بصح كي تطيب في الزيت، على بالكم حاجه تاع الزيت اصلا هي ماهيش صحيه بصح بنينه، ما نكذبوش على بعضنا بنينه. المهم، هنايا جبت حطيت البصله تاعي بعد ما قصيتهم هكا دي بتي مورسو، يعني قصيتهم هكا شويه شويه. كاين اخرين يحبوا الشكشوكه كيفاش يقصوها، يقصوها دي رونديل هكا، ما يحبوش يقصوها هكا شويه شويه. انا كي ندير هكا تبان لي تجيني ابن وما نعرف. من بعد ما طيب لي في هذاك الزيت وتذبل مليح، جبت هنايا الطماطم تاعي. الطماطم قلت لكم هذيك مخبيتها شويه في الكونجيلاتور، وربيت عليها كعبه الاخرى ودرت لها شويه تاع ثوم وحطيتها حتى نطيب مليح. وجيت هنايا نغسل في الديسير تاعي، انا دائما نغسل الديسير تاعي ندير له الخل، على بالي الاولاد يحلوا الفريجيدير هكا بلا ما نشوفهم، ما يعرفوش هما يغسلوا ولا حاجه، مهما تنعتي لهم قادر ينساو. وفيه يعني فيه المرض، يعني الديسير ما يتغسلش كاكا، ما تيماجينيوش الامراض اللي قادره تجيكم من الديسير ولا خضره ولا حوايج ما همش مغسولين. حوايج شتو كراف خلاص، يعني ما ندخلوش في لي ديتاي، مي حاولوا تغسلوا، ما تخلوش لولادكم كاك ولا يغسلوا هما وحدهم ما يعرفوش يغسلوا مليح. اني قلت لكم كاين امراض يعني كراف خلاص اللي قادره يعني بعيد الشر على الاولاد. المهم دائما نغسل مليح الديسير تاعي ونحطه يعني متهنيه، حتى كي ياكلوه راني متهنيه. هنا الشكشوكه تاعي بعد ما طابت لي جبت العظام، جبت الفرماج ساعه يعني اختياري وش هو يبنن الاخر وحتى الاولاد يقدروا ياكلوها. وجبت العظام تاعي وحكمت العظام تاعي، ما نحبش نخلطها هكا تجي، نحكم العظام تاعي نمشيه بشويه عليها داير ساير. هنايا بعد ما طابت لي الشكشوكه وجات بنينه تسخف، جبت الهريسه تاعي حطيتها في النص. هاو لازم الشكشوكه تكون حاره، انا ما درتهاش حاره، درت فيها زوز قرون تاع فلفل، واحد حار واحد حلو ماهوش سما على جلة الولاد باش ياكلوها. ونحط الهريسه الحاره هذيك كنت خدمتها في الدار، قعدت لي هيك شويه، هذيك ناكلوها احنا باش تجينا الشكشوكه تاعنا حاره. ونجيو للفقره هذه اللي تلقاوها في كل فيديو، لما يعني اختي وين حيروحوا، راح يهربوا راح يتغسلوا وحد. ما كانش منها، دائما يتبعوا. شوفوا الخدمه تاع الدار هذه، احنا دائما ساعات نقلقوا منها ونكرهوا منها ونطيشوا الدار خلاص، نطيشوا الخدمه خلاص علينا. بصح ساعات انا والفكره اللي مدايرتها في راسي اني نديها اي حاجه يعني في حياتك، مش غير الخدمه تاع الدار، اي حاجه تقلقك اديها بالناحيه الايجابيه، ما كانش حاجه ما فيهاش ناحيه ايجابيه. كل حاجه عندها كما نقولوا حاجه ايجابيه وحوايج سلبيه. دائما نحاولوا نميلوا كما نقولوا نعمروا التفكير تاعنا، نعمروا المخ تاعنا بالحوايج الايجابيه. هنا كي تجي تقولي وانا نهار كامل وانا نغسل فيلم يعني والله ماني غسلتهم وغلبتهم على بالي شو، هذه حاجه سلبيه صح، التعب. بصح نحاولوا ندوها بالناحيه الايجابيه. كاين ناس حاكمين البلاصه وحاكمين الفراش ومرضى مساكن تتمنى انها تنوض دير غداء لاولادها، تتمنى تنوض دير هذيك الكسره، تتمنى تنوض تصيق ولا تنشف ولا فهمتوني.
وحنا يعني كما قلت لكم ندوها بالناحيه الايجابيه، انه هذه الصحه، يعني ربي انعم علينا بالصحه. تقولي كون ما جاتش عندي هذيك الصحه ما نقدرش نوض ونخدم، يا اختي مادام ربي عطاني صحتي نوض. وحاجه اخرى، حاجه ايجابيه اخرى، انه الخدمه تاع الدار يعني نؤجروا عليها، ندعو عليها الاجر. نحاولوا نيفيتيو التفكير السلبي هذاك، انا ما نخدمش، انا يا صحتي راحت، انا يا هيك، أنا لا الحمد لله يا ربي، مادام بالعكس، مادامني قادره نخدم، راه ربي سبحانه عطاني الصحه، بما انه ربي سبحانه عطاني صحتي خلي نوض نخدم يا خوتي وننظف ونقعد. واصلا روماركيوها كي تعود الدنيا مخلطه راح تكون نفسيتكم تتعب. فهمتوني؟ راح تقعدي تقولي اني راح نرتاح، ترتاحي في جسمك بصح نفسيتك تعبانه. فهمتوني؟ نفسيتك تتعب خلا، والنفسيه كي تتعب راهي اكثر من السطر هذاك اللي يحكمك من الخدمه ولا الاخر. فهمتوني؟ مالا نحاولوا كما قلت لكم ندوها بالناحيه الايجابيه، وربي يعطينا صحتنا، وان شاء الله ربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يعني نجربوها انه الانسان ساعات، جربيها من روحك، ساعات تمرضي هيك 3 ايام 4 سمانه تحكمك لا غريب بركه، تقولي شفتي كون جيت صحيحه ياي نرتاح نوض ندير هذيك وندير هذيك وندير هذيك. فهمتوني؟ نحاولوا ندوها بالحاجه هذه. وصح الخدمه التعب، على بالي بها بلي تعب بصح محتمه علينا، هذه راهي مسؤوليه يعني. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هنا يا خوتي بعد ما كملت رحت الكويزينير تاعي، انا الكويزينير ديما حسباته من الماعن، كيما هو كيما الكوكوط كيما الصحونه كيما كلش، دائما مادامني طيبت عليه كشتا نطيب حاجه كشتا مانيش قاعده نقلي وماهيش حاجه تاع زيت راح يتوسخ، يعني راح تصيح فيه حاجه، راح يشهاب سيدي من النار هذيك. لازم دائما نغسلو الغسله الكبيره، ماهيش كل يوم بصح، يعني باش ننظفوا هكا ونمسحوا ونحيلو هذاك الزيت اللي فيه والحوايج اللي طاروا فيه، راهي يوميا سينو يولي حالته حاله. هنايا بعد ما كملت ومحلى نقال وكان يبقى كملت كلش، حطيت الماء نتاعي هنايا يسكطروا. المهم رحمة ربي. المهم هنايا بعد ما كملنا وقيلنا ارتحنا خلاص العشيه، قلنا نخرجوا البنات يلعبوا شويه، قلنا نطلعوا هنايا للفيرما بركه، ما حبيناش نخرجوا هكا على برا. جيت هنايا شوفوا الناس بدات ديجا تحصد نورمالمون في الدنيا كل، شوفوا ديجا الدنيا كي تلقوها شاهبه هكا راه وقت الحصاد. صورت لكم هنايا الماشينه التراكتور هذاك البريس كيفاش قاعدين يخدموا كيفاش يلموا في، مهم بخفيف برك ما نقدرش نصور لكم العباد. وهنا صورت لكم هنا ما بليش يبان لكم مليح، بالك من التصوير ما يبانش، هذا راهو قمح. كاين الناس كيما على بالكم تزرع القمح، كاين الناس يزرعوا الفارينه، وكاين الناس يزرعوا الشعير. المهم صورت لكم هكا مقتطفات برك، شوفوا الدنيا راهي شهبه لهبه، نورمالمون هنا راني جيتكم في وقت الربيع تكون تهبل. المهم هنايا نخليكم مع الاجواء تستمتعوا شويه بالاجواء هنايا في الدوار، الدنيا كالم تهبل.
هنا ما حبيت ندير لكم مونتاج، ما حبيت نهضر ما والو، خليت لكم الاجواء على طبيعتها تستمتعوا شوي. انا واحده من الناس نستمتع هكا بالاجواء هذوم، هكا كي يكونوا قدامي، ولا ما نتفرج على فيديو اللي كيما هكا، سورتو الناس اللي عايشه هذوك في الدوار والاخر نموت عليهم لي فيديو تاعهم نحب نتفرجهم. تحسي بواحد الراحه، فهمتوني؟ ما كان لا حس لا فوضى تاع برا لا طوموبيلات لا حتى شي، واحد الكالم ومع الحيوانات روعه. المهم هنايا فوتناها بيان خلا، خليتكم كيما قلت لكم، خليت لكم اصوات تاع الحيوانات، خليت لكم الاصوات اللي دير فيهم سيلين راحت مع الحيوانات ولات تخرج في واحد الاصوات غريبه. المهم ربي يحفظهم ان شاء الله ويحميهم. هنايا كيما قلت لكم خرجنا على جالتهم هما، نحو شويه هيك على بالهم، ومام انا بدلت جو على الكيف. ومن بعد روحنا للدار. كي نروح للدار واش ندير العشاء؟ ديجا راني غلبانه من الدوران في الدوار هذاك، ما خليتش بلاصه فيه. المهم هنايا كنت قبل ما نروح جبت اللحم تاعي باش يتنحالو لاكلاص، جبته من الكونجيلاتور حطيته باش يديكونجيلا. المهم هنايا قصيته، ما لقيت واش ندير، قلت ندير هكا حاجه خفيفه وفرات. قصيته هكا دي بتي مورسو باش يطيب ليه، خاطر مانيش حنديرو في الكوكوط، راح نديرو في الكويزينيير. معاه شويه طماطم، بطاطا هكا قصيتها دي رونديل كيما قلت لكم هي، والطماطم شويه معدنوس شويه بصله وثوم، وحطيت لي زيبيس تاعي، كان عندي الثوم المرحي اليابس مرحي، وحطيت معاه شويه فلفل الكحل شويه كمون شويه كزبر وش اسمه الفلفل الحمار هذاك المرحي. حطيتهم انا، خلطتهم مليح وخلطتهم بيدي باش تدخل هذيك التتبيله في بعضها. ما حبيت نحط بطاطا فوقها اللحم وهكا، ما درت والو، خلطت كلش في بعضها باش كل حاجه تدي من بنت الاخرى. المهم حطيتهم كيما هيك وطاب لي على كيف وطاب زبده. سخنت شويه ما نقولوا قيس فنجال بركه حطيته، خاطر شتو كي نغطيوه هيك شغل يطيب في هذيك لافابور هذيك، ما يحتاجش الماء ياسر. المهم درت له البابي كويسون هذاك، على بالكم على واه نديروه البابي كويسون، خاطر يقول لك البابي الومنيوم ماهوش صحي، ما نقدروش نديروه ديريكتومون على الماكله. مالا درت البابي كويسون هذاك بليته باش ما يتحرقليش، وحطيت عليه البابي الومنيوم، حطيته يرتاح، من بعد حطيته في الكويزينيير. وجيت هنايا كانت ما عنديش الكسره، درت هكا زوج كسرات تاع معجونه بركه بخفيف، خاطر ليه الطيب، فهمتوني؟ ماشي كيما الكسره الخميره تحتاج انك يعني تتعجن مليح ولازم تقعد تطلع، فهمتوا؟ تدي وقت، سا برون دو طون كيما نقولوا، تدينا وقت ياسر. وفي الطلوع تاعها نقعدوا نستناوها، بعد كي عاوديها ومن بعد. المهم بصح الكسره معجونه ليه هنايا درت كسره معجونه، جاتني تهبل وجاتني قاطو حوحو يشكر روحو. المهم هنا كي نقولوا كسره معجونه لازم معها البن، نطيب الكسره معجونه نشم ريحتها يجي في بالي دائما البن. المهم كانت هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.